أرب أندي كان بيعمل فيديوهات فوضوية وعنصرية وخطيرة وغير لائقة ومؤذية للغير. وأرب أندي ده كان من أصول عربية، كان اسمه جمال، اتولد وعاش في واشنطن، وكان بيعمل فيديوهات لليوتيوب من فترة 2016 ل 2017، وقناته كانت اسمها أرب أندي. لكن تصرفاته كانت بتخصه هو بس، ملهاش دعوة بالعرب، لأن البثوث اللي كان بيقدمها الشخص ده كانت فعلا مستفزة. والبثوث بتاعته كانت عبارة إن هو بيكون ماشي في شوارع واشنطن، وكان لابس شنطة وحاطط فيها مكبر صوت، والمكبر ده عبارة إن أي حد بيبعت له كوين أو أي دعم، فالقارئ الآلي كان بيقرأ مين اللي باعت الدعم ده وبعت له قد إيه بصوت عالي، فده خلى المتابعين يبعتوا له رسائل أو دعم غير لائقة، فالقارئ الآلي كان بيقراها بصوت عالي. فجمال كان بالنسبة له إن هو يعمل أي حاجة علشان الشهرة وإن هو يجيب دعم، كان بالنسبة له شيء عادي. يعني كان بيروح لمحلات وبيفضل يزعق مع الناس اللي شغالة، كان بيقف قدام الناس ويفضل يتنمر عليهم، كل ده وهو لسه معاه مكبر الصوت اللي بيطلع منه كلام بذيء كتير. فالشرطة كانت بتوقفه، لكن الغريب كان بيفضل واقف مع الشرطة ويستفز فيهم هم كمان. والغريب إن هو كان مسمي أرب أيدي، لكن هو لا ينتمي للعرب ولا كان بيحبهم أصلا، لأن نزل فيديو على القناة بتاعته وهو كان بيهين الشرق الأوسط كله. كان شيء مستفز، لكن اللي جاي مش هتتوقعوه. وفي شهر ديسمبر في 2018 قرر إن هو يعمل شيء مستفز من جديد، وإن هو يروح على جامعة واشنطن ويعمل فيها تحديات. فدخل على محاضرة عشوائية وهو مشغل البث بتاعه، لكن وهو فاتح البث ده شخص بعت له رسالة عنصرية، فالقارئ الآلي قرأ الرسالة بصوت عالي، فالدكتور جاله علشان يطرده، بس هو ما استكفاش بكده، ده قام ودخل على محاضرة تانية. أول ما دخل وهو واقف مع ناس تانية، في شخص بعت له رسالة وبتقول تم تنشيط القنبلة. فالناس أول ما سمعوا الكلام ده كانوا فاكرينه حقيقي، فبدأوا إن هم يجروا ويهربوا، حتى جرس الطوارئ اللي في المكان بدأ إن هو يشتغل. والغريب إن لما حصل الموقف ده جمال فضل يضحك، ده كمان طلع على الحديقة بتاعة الجامعة وفضل اللي يسأل الناس على إحساسهم لما حصل فيهم الموقف ده. Successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. لكن الناس اللي كانت على البث كانوا عارفين العقوبة بتاعت اللي هو عمله، فقالوا له لازم تغادر المكان دلوقتي. لكن زي كل مرة ما اهتمش وقال عادي، وانا ماليش دعوة، مش انا اللي قلت كده. بس بعد دقايق الشرطة جت وفعلا قبضت عليه. والموقف اللي عمله ده كل القنوات الإخبارية اتكلمت عنه. It was all part of a live streaming video prank, something he's known for. The judge made it clear Haraz cannot post any more videos on YouTube. والمحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة سنة، والناس اتقسمت لشقين، ناس بتقول إن هو فعلا مش ذنبه، وناس تانية كانت بتقول هو اللي قاصد يعمل كده، وإن هو فعلا لازم يتعاقب، مش علشان الموقف ده بس، ده علشان اللي كان بيعمله قبل كده. على البث المباشر بنشوف دايما ناس بتلعب، وفي تحديات بتحصل للستريمر علشان يعمل حاجات معينة، زي ان هو يجيب عدد كيلات معينة او ان هو يقتل بسلاح معين، كل ده مقابل مبلغ مادي. في يوتيوبر روسي اسمه ريتشنكوف، وكان بيعمل التحديات دي بس مش في الألعاب، في الحقيقة. وفي 2019 كانت البداية بتاعته في المجال ده. كانت التحديات بتاعته بسيطة، زي انك تكسر بيضة نية على دماغك وانا هبعت لك مثلا $5، وناس كانت بتقول له كل الاكل الحار ده وانا هبعت لك مثلا $5. فبدأ الموضوع يكبر معاه مرة ورا التانية، لدرجة ان هم كانوا بيقولوا له اطلع للشارع من غير هدوم وانا هبعت لك مبلغ معين، وهو فعلا كان بيعمل كده. وبالفعل هو كان بيعمل اي تحدي حتى لو كان مهين او خطير، كل ده علشان الداعمين يزيدوا. ففكر في فكرة ان هو ليه بيعمل التحديات دي بنفسه. يعني هو قرر ان يجيب شخص تاني يعمل التحديات الخطير، فطلع من بيته وبدأ ان هو يدور وسط الناس في الشارع، لحد ما لقي واحد مشرد نايم في الشارع، فقال له تعالى معايا وانا هأكلك واشربك وتيجي تنام معايا كمان في البيت، بس مقابل شرط واحد، ان هو تفضل معايا على البث المباشر، واللي اقول لك عليه هتعمله. والشخص ده كان اسمه أندري، فوافق على العرض ده بدون تردد، لان شخص حياته متدمره اصلا ونايم في الشارع. وبداوا ان هم يبثوا مع بعض، واي تحدي كان بيجي كان بينفذه في أندي، والتحديات اللي كان بيعملها فيه كانت فعلا مسيئه، لدرجه ان اليوتيوب حذفت قناته. لكن هو
هو موقفش وبدأ إن هو يبث على تويتش، فبدأ إن هو يضيف شخص جديد معاه في قلب البث، والمرة دي ضاف بنت اسمها فالنتينا، ونفس الموضوع اللي كان بيعمله في أندي كان بيعمله فيها، واستمر على الحال ده لديسمبر 2020 لحد ما جاله داعم وقال له خلي فالنتينا تطلع بره المنزل وهي لابسة لبس خفيف لمدة نص ساعة، والمقابل هبعت لك $1000. وانت شايف ان الموضوع ده ممكن يكون عادي، لكن انا زي ما قلت لك في الاول ان هم قاعدين في روسيا، والمنطقة اللي هم كانوا قاعدين فيها كان درجة الحرارة بتاعتهم تحت الصفر، وان هي تقف في الخارج وهي لابسة لبس خفيف ده يعتبر حار. وفعلا بدأوا في التحدي، لكن البنت كانت خايفة، وبعدها طلعها وقفل الباب وكمل هو البث. فالبنت فضلت تخبط على الباب وتترجى فيه علشان يدخلها، لكن هو كان مصر ان هو يعمل التحدي علشان ياخد $1000. لكن الناس اللي كانوا بيتابعوا البث بعد 15 دقيقة بدأوا ان هم يتعاطفوا مع البنت، وقالوا له لو انت بتعمل كل ده علشان $1000 خد $1000 ودخلها خلاص. فعلا ناس كتيرة بدأت ان هي تدعمه علشان يدخلها، وفعلا قام علشان يدخل البنت، لكن اول ما راح وفتح الباب فاجئ ان البنت ما قدرتش ان هي تستحمل وماتت من البرد. وبعدها الشرطة جت وقبضت عليه واتحكم عليه ب10 سنين للقتل الغير متعمد. ولهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك بالقناة وتقولنا على فيديوهات تانية جديدة ممكن أعملها، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم. وسلامات.